صباح الخير. تعالوا النهاردة نعمل صينية كفتة جوسي وطرية وحلوة، والأطفال عندي بيحبوها والكبار، وممكن نعملها سندوتشات، ممكن ناكلها مع رز، ويعني ممكن ناكلها بأي طريقة. شايفين شكلها جوسي، وبصوا من جوه شكلها عامل ازاي، طعمها كمان تحفة، طرية كده وتحفة بجد، تحفة تحفة. طعمها حلو وطرية وطعمها جميل جدا. يعني يعتبر من الحاجات المفضلة. طبعا انا برمتها كده على البورد بتاعتي. وده الصوص ده عملته عن مية البصل، وعليه ملح وفلفل وحتة بابريكا ومعلقة كاتشب، وكمان حطيتهم مع بعض. شايفة انا بدهن بس ايدي وبصبع عليهم، بحط العصاية بتاعة الشيش طاووق، وبعدين ابرم فيها كده لغاية ما يعني طبعا تعملي المقاسات اللي انت عايزاها، وبحطهم في صينية. انا هشويهم في الفرن النهاردة، مش هحط على الفحم. تقدري تحطي في الفحم، تقدري تحطي على شواية، في طاسة، يعني عندك كذا طريقة للتسوية. حطيتهم في الصاج بتاعي، ودهنتهم بالصوص الجميل دوت، اديتهم كده دهنة سريعة بالفرشة، ودخلتهم الفرن. طبعا الفرن متسخنة من الأول، حطيتهم حوالي 10 دقايق في الفرن، وبعد كده شغلت عليهم الشواية وقلبتهم على الناحيتين، وأدهن برضو بالصوص لغاية ما استوت في الفرن. ريحتها جميلة جدا، طعمها كمان حلو خالص خالص خالص. انا عايزاكم تجربوها على ضمانتي. الطريقة بتاعتها: حطيت بصلة مفرومة، انا عاملاها في الكبة ومصفياها من المية بتاعتها، وحطيت ملح وفلفل وكزبرة ومعلقة بيكنج باودر، وعجنت فيهم مدة حوالي من 7 ل10 دقايق. وده كمان ورق بقدونس، ربطة بقدونس، خدت الورق بس، وده قرن فلفل اخضر عملته في الكبة، وبعدين حطيته عليهم وفضلت اعجن فيهم. وحطيت كمان 3 معالق من البقسماط، ده يعني على اساس ان هي ما يبقاش فيها اي حاجة، ده بيمتص اي سوائل فيها، فبتبقى ايه يعني ماسكة نفسها كده وحلوة. فضلت اعجن فيهم يعني شوية كتيرة، وبعدين خدت ربطة البقدونس وقطعتها صغير جدا بالسكينة عادي، يعني قطعتها بالسكينة وفرمتها فرم ناعم، وحطيتها على الكفتة، وفضلت اعجن فيها لغاية ما ادتني قوام ناعم جدا. يعني شفت الشعيرات بتاعت اللحمة كده بقت في ايدي، اتعجنت حلو جدا جدا. بتاخدي